مكان اسمه سنتر انجي. بصوا عندها حاجات طبيعية 100%. كل اللي عندها ده طبيعي. هتقولوا لي عرفت منين؟ هقول لكم جربت، وانا مش هتكلم عن حاجة غير لما اكون جربتها. كل الحاجات اللي عندها دي بقى تخص الشعر، تخص البشرة، تخص الجسم، حتى كل حاجة عندها تحفة. شركة كيلوباترا عاملة شوية حاجات، منتجات طبيعية مش هتلاقوها عند حد بره، لان انا جربت اغلب الحاجات دي. في بقى حليب الصويا ده بيقولوا علشان اللي عايز يتخن تقريبا، مش احنا طبعا، احنا عايزين نتفجر مش نتخن. عندها كمان اللي هو مرطب الجليسرين، ده حلو جدا بقى عشان الشتاء والكلام ده كله يا جماعة. وكريم التفتيح ده برضو حلو. والصابون بقى اللي هو صابونة الفحم، وصابونة مش عارفة جوز الهند وصابونة ايه، وصابونة القهوة. الحاجات دي روعة. وبصوا الأسعار بتاعتها دمار شامل، دمار شامل. كريم التفتيح الكوجيك ده مش عارفة بخلاصة العرقسوس. البادي ميست ده روعة يا جماعة. أنا خدت منها 2، الروايح بتاعتهم فظيعة ورهيبة. في كلمة فظيعة ورهيبة دي ما مش قادرة أقول. ده بقى بصوا ده صن بلوك، بس برضو خطير، والسعر غير الصن بلوك بتاع بره. وده غسول بيضرب بقى الغواسيل بقى، إيه اسمها، ايه جمع غسول ايه، بيضرب الحاجات بقى التانية الغالية دي. حلو قوي. ده البادي ميست اللي قلت لكم عليه. وفي برفانات. بصوا طبعا انت هتقولوا لا شكل الله يسامحك يا بتاع العربية، مش عارفة اتكلم. هتقولوا شكل العلب والبتاع. يا جماعة دي حاجات طبيعية من شركة بتعمل منتجات طبيعية، يعني هي مش بتتفشخر بقى بالعلب والتقفيل، لا، هي المنتج بتاعها اصلي. وده جل اللبان الذكر ده بيكبر، يعني بيعمل ايه، هو بيعمل شد للوش وبيكبر تقريبا حتت في الوش. وده سويت سوداني بالدلكة، ريحته روعة روعة روعة. وده برضو صابون تاني، صابونة الجلاش دي ولا ايه صابون التفتيح. بصوا كل الركن ده اللي انا بصوره لكم منتجات تفتيح. دي ماسكات تفتيح، الجنب ده كله حاجات للتفتيح. ودي اللي اسمها النيلة الزرقاء. وده احماض الفواكه، روعة. بصوا بيبيض الكوع، بيبيض الركب، بيبيض اي حاجه. الليفه المغربيه، كعب الغزال يا متحني بدم الغزال، اوبا بقى. بصوا كل دي اوبا بقى، الحاجات دي كلها طبيعيه. يعني بصوا احسن حاجه ان هي طبيعيه. هنخش بقى، سيبنا كده قسم البشره، هنخش على قسم الشعر. زيت جوز الهند ده خدت منه يا خراشي، ريحته فظيعه وبيخلي الشعر حلو قوي. بس هو زي كريم. دي بقى زيوت، في ال7 زيوت وفي ال10 زيوت، والزيت الهندي والزيت البنجلاديشي ومش عارفه بقى حاجات ايه. هوبا هوبا. بصوا اغلب منتجات الشعر داخلها جوز الهند. ده البروتين الطبيعي اللي انا كلمتكم عنه. بس طبعا لما لقوا فيه اقبال عليه، كانت الازازه كبيره. بصوا صغروا حجم الازازه ازاي عشان كان فيه اقبال عليه جامد قوي. ده شامبو، عايزه اقول لكم ريحته ياه. بصوا يعني انتوا تحطوه كده وايه، شامبو وبلسم مع بعض، يعني 2 في 1، حاجه زي العنب كده. انا خدت من زيت جوز الهند ده، وكان عندها برضو زبدة الشيا، بس طبعا الاتنين زي بعض، فانا خدت بتاع جوز الهند حلو قوي قوي، ريحته حلوه. وفعلا بتحطي الحته كده بيخلي شعرك طري وجميل. في بقى زيت خروع والتطويل الشعر والمش عارف ايه وسيرم. دي كلها دي انواع سيرم للشعر. وده سيرم للاطفال، في حاجات مخصصة للأطفال. وده شامبو وسيرم مع بعض، بيعالجوا الشعر، بس بيعالجوا ايه، جذور الشعر، بيقووها. وجل الصبار ده للشعر برضو حلو قوي. كل المنتجات دي يا جماعة سعرها رخيص جدا. يعني بصوا هي أحلى حاجة عندها إن الحاجة رخيصة قوي قوي. لو هتجيبوها من بره من براند كبير هتجيبوها بآلافات مؤلفة. ده بقى اسمه بوكس العروسة. ده حاجة كده من الاخر بجد. البوكس ده بقى فيه حاجات كتير قوي. ده فيه طمي مغربي، تمام، الريحه برضو بتاعته تحفه جدا. وفي برضو اللي اسمها النيله الزرقاء دي، انا ما اعرفش ايه النيله الزرقاء دي، انا بصراحه ما جربتهاش، انا خاف اجيبها تصبغ لي وشي ازرق. ماشي. في برضو اللي هو السويت سوداني بالدلكه والخمره. بصوا رهيب السويت السوداني ده، اي حاجه فيها دلكه وخمره رهيبه. وصابون مغربي، حلوه جدا جدا جدا. وده كان بصوا برضو اتقلب دقلج مني. بتاع الشفايف بينعم وبيرطب بطريقه روعه. بصوا في الازازه الصغننه دي فيها حاجه اسمها خمره، بس ريحتها تحفه. ده بقى العرايس بياخدوه هنا روعه. ودي لفه مغربيه،
البوكس ده سعره على فكرة لا يذكر يعني. ما شاء الله منتجاتها كلها تحفة. بصوا المنتجات دي هي بتتباع عندنا هنا في أسوان، فالحاجات احنا بنجيبها وعارفين ان هي أصلي 1000000%. حتى كمان عندها كده علبة كده بتاع بتورد الخدود زي المورد كده، بس بينفخ الشفايف والخدود. دي بقى نسيت اجيبها، هجيبها منها المرة الجاية. هنا زي ما قلت لكم قسم الشعر كله، الحاجات اللي بتخص الشعر بقى من التطويل والتنعيم وكله. هنا قسم البشرة. بصوا انا يعني مش قادرة، لازم تجربوا.